المخرج يدخل اللوكيشن ويبص في وشوش الممثلين ويقول لهم امسحوا المكياج ده كله، انا مش عايز سينما، انا عايز وجع حقيقي وعايز عرق الشارع. علشان تعمل فن حقيقي يطلع للناس لازم تبقى طالع من قلب الزحمه، من اتوبيسات النقل العام، من المناطق الشعبيه. لازم تكون شربت من هموم الناس وصراخاتهم، ووعيك اتشكل بمراره نكسه 67 وفرحه نصر اكتوبر. الحد ده هو العبقري عاطف الطيب. عاطف الطيب رفض يجامل اي حد على حساب الحقيقه. عاطف الطيب لما نقل من الصعيد وراح عايش في باب الشعريه، النقله دي كانت قويه جدا وثقافه مختلفه، شالت معاها حب غريب للسينما، ودخوله الجيش وخروجه منه بالانتصار كل ده حفر في شخصيته. بدايته كانت في افلام تسجيليه وقت الخدمه العسكريه، وبعدها دخل في الدراما كمساعد مخرج مع عمالقه زي يوسف شاهين وشادي عبد السلام ومدحت بكير. لكن كان جواه غل كده وعاوز يظهر للنور بسرعه جدا، عايز يثبت للناس كلها ان هو مخرج شاطر. وفي خلال 12 سنة بس قدم 21 فيلم، لكنهم كانوا من اهم واتقل الافلام في تاريخ السينما المصرية. بدايته ما كانتش موفقة قوي في اول فيلم ليه الغيرة القاتلة مع شريك نجاحه نور الشريف، لكن في نفس السنة ركب الاتوبيس مع الاسطى حسن وخرج بره البلاتوهات الضيقة وصور الناس الحقيقية في الشارع، وده كان رد سريع وصادم لاي حد يشكك في قوته وابداعه. وعمل فيلم سواق الاتوبيس، ومن هنا بقى بدأ يصور حياته وحياة جيله في الافلام. هتلاقيه دايما بيجيب الانسان البسيط اللي شبهنا، محامي، مجند، موظف، سواق، بيعافر عشان لقمة عيشه وعشان كرامته، وبيحاول يحافظ على مبادئه وسط تيار الانفتاح اللي شقلب المجتمع المصري وقتها. وجوده في الجيش شفناه بوضوح في فيلم البريء لأحمد زكي، وهنا ما كانش بيناقش قضية سياسية وبس، الموضوع كان أعمق بكتير، كان بيطرح تساؤل بالإنسان اللي بيتم التلاعب بعقله تحت مسمى الوطنية. وعشان يفضل يدور على العدالة ضايعة كان لازم يعمل فيلم كتيبة الإعدام وفيلم ضد الحكومة. وحتى المقاومة الفلسطينية كان مؤمن بيها جدا، وأصر إن هو يوثقها ويوثق الكلمة الحرة. وبالرغم من صعوبة الفكرة وحساسيتها، لكن عاطف الطيب عملها في فيلم ناجي العلا، الرسام الكاريكاتيري الفلسطيني اللي عبر عن وجعه ووجع أمته بالريشة ضد الاحتلال. وعاطف الطيب كمل الرسمة دي بالفساد العربي، وده كان جوهر مدرسته، مفيش مجاملة على حساب الحقيقة. والأزمة بعد عرض الفيلم كبرت لدرجة إن هم طلبوا سحب الجنسية المصرية من صناع الفيلم. أما بقى عن النهايات فهو كسر القاعدة تماما، سيبك بقى من النهاية السعيدة المزيفة. الطيب كان بيقفل بنهاية عبارة عن صرخة بتوعي الناس، كانت بتقول لهم فوقوا، وده هتلاقيه بوضوح في فيلم ضد الحكومة وسواق الأتوبيس. كان معروف عن الطيب إن هو مخرج مقاتل، بيصور في ظروف صعبة جدا وبيقعد وقت كبير قوي في اللوكيشن، ما بيبطلش شغل، عايز ينجز كل حاجة بسرعة وتطلع بشكل صح. تحس إن هو كان حاسس إن هو هيمشي بدري وهيرحل في سن صغير، وعشان كده كان عايز يلحق يقول رسالته ويقول كلمته الأخيرة. طيب كان مدرسة في إدارة الممثل، قدر يخرج طاقات جبارة من كبار الممثلين زي أحمد زكي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ولبلبة، وقدر يعمل لوحات فنية مع باك جراوند لسه عايشة معانا لغاية دلوقتي وكمان بتتدرس. في سينما عاطف الطيب الكاميرا كانت مستخبية وسط الناس، والمزيكا كانت سيمفونية تهزك من جوه. أما المكياج فما كانش موجود، كانت الملامح طبيعية. عشان كده أفلامه لسه عايشة معانا لغاية دلوقتي، لأن صوت الحقيقة هيفضل دايما فوق. قولوا لي بقى في الكومنتات إيه أكتر فيلم لعاطف الطيب بيلمس قلبكم وبتحسوا إن هو بيتكلم عنكم، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو علشان الحكايات جاية كتير.